حبايبي يا حلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا في فيديو جديد. حبايبي انا النهاردة هعمل معاكم حلوة جميلة قوي. بنشتريها من بره بأسعار خرافية دلوقتي، بس انا حبيت اعملها، جت على بالي فهعملها من غير ما تكون في مناسبة. دي حلاوة مولد النبوي، بس انا يعني ولادي ما بيلهمش فيها قوي، وانا ما اشتريتش بصراحه السنه دي، فانا جت على بالي فقلت اعملها. جبت سمسم، وجبت حمص، وجبت فول سوداني، وده المتاح يعني اللي كان موجود. وهعمل بقى طريقه السمسم وزيها الفول السوداني وزيها الحمص، يعني التلات طرق زي بعض. انا دلوقتي بشوح السمسم، بطير منه بس السقعية، يعني اخليه يسخن فقط. يعني انا مش عايزة احمصه، انا عايزاه يسخن بس، علشان لسه هو هينزل في السكر هيتحمص. انا دلوقتي بشوفه سخن ولا لا، ولما يوصل لدرجة السخونية خلاص هنزله من على النار. هفضل اشوح فيه كده لغاية لما كله ياخد درجة سخونية كده. امسكيه بايدك لما يسخن تحسي ان هو سخن، خلاص شيليه من على النار وفضي الطاسه. وهنعمل بقى مع بعض احلى سمسميه، وتاكليها في ايدك ونضيفه. بصوا السمسم نضيف متنقي مفيهوش اي حاجه، زي الفل، والحاجه على ايدك ونضيفه. انا فضيت السمسم في نفس الطاسه. هحط مج كده سكر، مج مليان، يعني كوبايه كبيره، كوبايه عاديه، مش عايزه مسكر قوي، هي ملو كوبايه حلوه او كوبايه الشاي، هي المج ده. وحطيت نص كوبايه سكر ميه، ولما السكر بقى يسيح خالص هنعصر عصرة ليمونة، وهنعمله زي قبل ما يوصل للكراميل، يتكرمل يعني. هنحط فيه السمسم ونقلب وخلاص. احلى واسهل طريقة للسمسمية والحمصية والفول السوداني، نفس التلات طرق زي بعض بالظبط. يعني هتعملي اي واحدة في التلاتة هتعملي زي ما انا ما بعمل كده. بصوا بقى، انا عندي عسل نحل، حطيت معلقة. ما عندكيش حطي عسل كلوكوز، ما عندكيش شربات قديم، ما عندكيش خلاص ما تحطيش اي حاجة. هو السكر والمية والليمون وخلاص. هو كده. بس انا عندي عسل ابيض قلت اعزز طعمه شويه، فانا هعصر ليمونه علشان بس السكر ما يسكرش. الليمون فايدته ان هو ما يسكرش العسل، يعني يخلي لك العسل حتى لو شلتيه يعمل زي العسل الجلوكوز، ويتنه ما يسكرش، يعني ما يعملش فتفيت سكر كده تاني فيه. احنا بنسميه يسكر، معرفش بقى انتوا بتقولوا عليه ايه. بس كده هيوصل مرحلة ان هو يبقى تحطي. انا جبت حبة مية واختبرته، حطيت حبة في المية لغاية لما تحس ان الشربات او العسل ده اتكسر، يعني نشف، ان هو هيتكسر، يعني نحط فيه السمسم هيبقى مقرمش. انا لسه كده. هو ده عشان سكر غامق مش سكر فاتح، هتلاقيه هيغمق معايا شوية. بس انت لو عندك سكر ابيض اعملي بيه، انا عملت السكر المتاح في البيت. بس كده احنا هنوصله مرحلة الكراميل، بس مش يتحرق، لغاية لما زي ما انتوا شايفين كده. هاتي حبة مية في بولة ونقطي فيها نقطة، هتطلعيها مش هتلاقيها طرية، هتلاقيها بتتكسر كده، بتتكسر منك. يعني كده وصلت للمرحلة خلاص. هو بصوا انا شايفة انه لسه، بصوا لسه طرية، فهستنى عليه شوية لغاية لما يتعقد ويبقى شربات تقيل، زي السويد كده. يعني ست البيت هتعرف ان انا قصدي ايه. بصوا هو كده تمام. وصل للمرحلة اللي انا عايزاها. هنحط حبة فانيليا، فانيليا سايلة، فانيليا باودر، اللي عندك حطيها، يدي ريحة جميلة ونكهة كده. بس كده. وهنحط نص معلقة ده بيكنج صودا، يعني اللي هي النشادر. احنا بنقول عليها نشادر، وفي ناس بتقول عليها المصطلح العلمي بيكنج صودا.
تمام. بس كده هنقلب اللي احنا حطيناهم دول، الفانيليا مع البيكنج صودا، وهنحط بقى السمسم. خلاص مجرد ما يتقلب على بعضه هطفي النار، وكده خلصت احلى سمسمية تعمليها في حياتك في البيت. احنا بس كده بنقلب كله على بعضه لغاية لما السمسم كله يتغلف بالسكر. احنا كده طفينا النار، انا كده طفيت النار، بس هقلبه مع بعضه كله يبقى كله متشرب بالعسل. تمام. خلاص هنحطه بقى على ورق زبدة او كيس بتاع كيس تفتحيه، كيس سندوتشات او كيس التلاجة، وتعصيه بس نسبة زيت. بس انا مش حاطه زيت في ورق الزبدة. ورق الزبدة ده حلو ما بيلزقش فيه حاجة، ده مستورد جميل. جربوه يا جماعة، والكلام اللي مكتوب عليه ده ما بيطلعش ولا حاجة، حلو يعني. انا جربته وبنصح بيه بصراحة. انا جربت ورق زبدة كتير لقيته كان بيلزق في الحاجة وكده، انما ده ما شاء الله ما شاء الله. بصوا انا سويت وفردته كده بين الورقتين او كيسين اللي انت عايزاه. بس لو حطيته اكياس عوصوا زيت عشان ما يلزقش في الكيس. وهقطعه وهسيبه يا دوبك عمال ما قطعته كده 5 دقايق بس، سبته يتهوى. لقيته ابتدى ينشف كده ويتكسر معايا، وبقيت احلى حلاوه مقرمشه وجميله. جربوها وهتعجبكم جدا. مش لازم يجي مولد النبي عشان تفرحوا ولادكم وتعملوا لهم حاجه حلوه. وده انا حطيت والله السكر بتاعه مش كتير، طعمه مش بيجزع النفس ولا حاجه، طعمه جميل وسكره مناسب. واعمليه وجربيه. ده كان نص كيلو سمسم. عليه حطيت كوباية سكر واحدة. يعني هاتي نص كيلو سمسم وحطي عليه كوباية سكر واحدة وزي الفل كده. انا عملت الفول السوداني وعملت السمسم وعملت الحمصية، وكانت تحفة، والولاد انبهروا وبيحسبوني جايباه جاهز. قلت لهم ده مش تقطيع جاهز، يعني انا اول مرة اعملها في البيت بصراحة، بس ومش اخر مرة. بس التقطيع مش مظبوط بقى لاني قطعت بسرعه قبل ما ينشف. فانتوا اول ما تفردوها كده لازم تقطعوه بسرعه قبل ما ينشف عشان ما يتكسرش منكم، وتبقى احلى حلاوه سمسميه وفوليه وحمصيه. ولو عايزين مكسرات تانية اعملوها بنفس الطريقه برضو، جميله جدا جدا جدا، والطعم ما اقولكيش اخر حلاوه. ايه اللي هو بقى، لو وصلتي لغايه هنا دوسي لايك، وما تنسيش الاشتراك وكومنت حلو كده، وقولوا له ايه رايكم لما تعملوها. بصوا السمسميه بصراحه الحمصيه كانت احلى طعم، انا حبيته. انا بحب الفوليه، بس لقيت الحمصيه تحفه تحفه تحفه، جميله، مش مسكره قوي، مقرمشه وفيها سكر خفيف وجميله. والف هنا وشفا، يا رب تجربوها وتعجبكم، يا رب تكون بتعجبكم وصفاتي. وحبايبي ما تنسليش بالدعاء، والى اللقاء في فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم.